نهر النيل مش مجرد مية بتجري في مجرى، ده شريان الحياة وقصة تاريخية طويلة، ووجوده في مصر هو اللي خلانا نعيش ونبني حضارة فضلت باقية لآلاف السنين. بص يا سيدي، خليني أقول لك شوية حاجات تخليك تشوف النيل بشكل مختلف. النيل هو أبو التاريخ. مصر زي ما بيقولوا هبة النيل، ولولا النيل ده ما كانش هيبقى فيه زراعة ولا استقرار. القدماء المصريين اعتبروه الإله حابي، وكانوا بيحتفلوا بفيضانه لأنه هو اللي بيجدد الأرض بالطمي اللي بيخليها خصبة. 2. رحلة طويلة جدا. النهر ده هو أطول نهر في العالم، طوله بيوصل لحوالي 6650 كيلومتر. بيبدأ رحلته من قلب أفريقيا، من منابع عند بحيرة فيكتوريا النيل الأبيض، ومن مرتفعات إثيوبيا النيل الأزرق. والاتنين بيتقابلوا في السودان الخرطوم، ويكملوا رحلتهم لحد ما يوصلوا لمصر ويصبوا في البحر المتوسط. 3. شريان الحياة في مصر. الزراعة. النيل هو المصدر الأول والأساسي للمية في مصر، والزراعة قايمة عليه من أيام الفراعنة لحد النهاردة. الطاقة. السد العالي اللي اتبنى على النيل في أسوان هو اللي غير شكل الحياة في مصر، وقدرنا من خلاله نوفر الكهرباء اللي بتنور بيوتنا وتشغل مصانعنا، ده غير تنظيم المية وحمايتنا من الفيضانات المدمرة. الجمال والسياحة. النيل بيدي لمصر سحر خاص، سواء في الكورنيش اللي بنتمشى عليه أو المراكب والفلوك اللي بتركبها في وسط المية وقت الغروب، ودي بتبقى أحلى لحظات الاسترخاء. 4. النيل في دمنا. المصريين طول عمرهم ليهم علاقة عاطفية بالنيل، حتى في الأغاني والأمثال، زي اللي يشرب من النيل يرجع له تاني، هو جزء من هويتنا. وتلوثه أو التعدي عليه هو اعتداء على حياة كل واحد فينا. هبة النيل، ولولا النيل ده ما كانش هيبقى فيه زراعة ولا استقرار. القدماء المصريين اعتبروه الإله حابي، وكانوا بيحتفلوا بفيضانه لأنه هو اللي بيجدد الأرض بالطمي اللي بيخليها خصبة. 2. رحلة طويلة جدا. النهر ده هو أطول نهر في العالم، طوله بيوصل لحوالي 6650 كيلومتر. بيبدأ رحلته من قلب أفريقيا، من منابع عند بحيرة فيكتوريا النيل الأبيض، ومن مرتفعات إثيوبيا النيل الأزرق. والاتنين بيتقابلوا في السودان الخرطوم، ويكملوا رحلتهم لحد ما يوصلوا لمصر ويصبوا في البحر المتوسط. 3. شريان الحياة في مصر. الزراعة. النيل هو المصدر الأول والأساسي للمية في مصر، والزراعة قايمة عليه من أيام الفراعنة لحد النهاردة. الطاقة. السد العالي اللي اتبنى على النيل في أسوان هو اللي غير شكل الحياة في مصر، وقدرنا من خلاله نوفر الكهرباء اللي بتنور بيوتنا وتشغل مصانعنا، ده غير تنظيم المية وحمايتنا من الفيضانات المدمرة.